حبايب قلبي، النهاردة مكملين وهنعمل الطبق الجميل القمر ده. هنعمل ايه؟ هنعمل الكحك الدايب وبطريقة على البارد. شوفوا الجمال، ما شاء الله، حاجة حكاية وحاجة جميلة جدا جدا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. وهنعمل مع بعض الكحك الدايب اللي على البارد، وهنعمل كمان كحك الجواهر اللي طالع ترند السنة دي. يلا بينا كده، شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوة، ما شاء الله، الطعم رائع. شوفوا الجواهر. طبعا كحك الجواهر ده بيتباع في المحلات بأسعار باهظة جدا، يعني الكيلو بيعدي 800 جنيه. ليه بقى احنا نعمل الكحك ده ولا 1000 جنيه ولا 800 جنيه؟ حاجة كده في منتهى الروعة واللذاذة. ما شاء الله، حلو قوي قوي قوي. طعم لذيذ. شوفوا النعومية بتاعته. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنجيب 600 جرام من السمن البلدي، ونحط عليهم 4 معالق من السكر البودر او نص كوباية، وهنضربهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة ان احنا نضرب بقى السمنة البلدي مع السكر، يبقى شبه الكريم شانتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنجيب باكت من الخميرة اللي هو 8 جرام او بيدينا معلقة، ونجيب 4 معالق من السمسم زي ما انتوا شايفين كده، سمسم محمص، وكوباية حليب. ونجيب كمان ده دقيق الضحى. طبعا زي ما انتم متعودين انا بعمل كل حلوياتي من دقيق الضحى. انا مش بعمل اعلان ولا حاجة، بس هو فعلا ايه حلو جدا. ونجيب معلقة من البيكنج باودر، ودي الملبن بتاعنا. هنعملهم ايه؟ نخلطهم كده ايه بمعلقة سمنة زي ما انتوا شايفين، زي ما عملنا المرة اللي فاتت. جبنا السمسم وحطينا الملح وحطينا الخميرة، وهنجيب كمان نص معلقة من البيكنج باودر، ونقلب كل المواد الجافة اللي انتوا شايفينه ده، السمسم مع الدقيق مع البيكنج باودر والملح، شايفين كده. وننزل عليها ايه بالسمنة بقى البلدي المضروبة، واحدة واحدة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نبسسها. برضو الأهم حاجة زي ما قلت لكم، احنا عملنا طريقة الكحك على الساخن، عملناها المرة اللي فاتت. كنا قادحين طبعا السمنة. المرة دي ايه؟ احنا ما قدحناش السمنة، عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو دي طريقة جميلة جدا جدا، وتحسي كده ان الكحكاية بتدوب في بقك دوبان. بصي ما شاء الله، العجينة حلوة قوي قوي. شوفي يعني، بصي ممكن تعمليها كده ولا تحط لها حليب ولا تحط لها اي حاجة، ممكن تشتغلي بيها زي ما انت شايفاها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت كده كوباية اللبن، وهنعجن كده ايه واحدة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. بس لو انتي بتشوفي اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي، ما تنسيش تحطي لي لايك علشان كل جديد يوصلك مع أميرة المسلماني. شوفي عجنتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش بعجن، يعني انا بشرب السوائل، بشرب الحليب كده للدقيق بس، لكن عجن ما عجنتش. شوفوا كده ما شاء الله العجينة، اما اهو بتلفيها بالشكل اللي انتي شايفاها دي، وتعملي صبعك كده كده، طريقة ناجحة مش مشققة ولا حاجة. يلا بينا ايه نبدأ وهنشوف. هنبدأ بسم الله. انا طبعا الملبن زي ما قلت لكم حطيت عليه المعلقة بتاعت السمنة، وقلبته ولفته بالشكل ده. ودول طبعا شوية مكسرات، 100 جرام من الفستق، سوري، من العين الجمل، و100 جرام من اللوز. هكسرهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنبدأ بقى ايه نعمل ايه عجينة الجواهر. ادي عجينة الجواهر، كحك الجواهر. طبعا انا اخدت 400 جرام من العجينة اللي انا عاملاها، هي نفس العجينة اللي احنا بنعملها للكحك البارد، بس هاخد يعني اقل من نصها شوية. دول 400 جرام حطيتهم على المكسرات، اللي هو 100 جرام من العين الجمل و100 جرام من اللوز. عايزة تحطي فستق مفيش مشكلة، انا ده اللي كان موجود عندي. عايزة تحطيها بأي مكسرات عندك مفيش مشكلة، ما توقفيش نفسك. أنا عملتها، بس عملتها بالشكل الصغنون ده، ما عملتهاش كبيرة قوي، عملتها بحجم عين الجمل اهي. بصي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكلها صغنون كده وجميلة ورقيقة وحلوة، ومش هتاخد معاكي وقت. ودي البصامة طبعا موجودة في كل بيت عند مستلزمات الحلواني.
سوري، لفتهم كده طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان اسهل لنفسي. طبعا انا اللقطة اللي انا كنت بحشي فيها الملبن اللي كنا عاملينه مع بعض، انا اللقطة دي راحت مني، معلش. احنا كنا عارفين ازاي بنحشيه في الفيديو السابق، كنا عاملين ازاي. ادي الشكل الجميل، وادي البصامة الرقيقة جدا جدا. البصامة دي بتبقى سهلة وبتسهل عليكي العمايل، ما بتاخدش منك وقت ولا نقش. المرة اللي فاتت احنا نقشنا الكحك، المرة دي بقى ايه احنا بنعمل بالبصامة دي. ادي كحك الجواهر جاهز معانا، وادي كمان كحك الملبن، حشيناه ملبن وحشيناه ايه واللي هو كحك الجواهر. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا يعني عملنا دي صغيرة زي ما انتي شايفة، دي صغيرة ودي كبيرة شوية، وعملتها بنفس البصمة اللي انا بعمل بيها اهي. بصي انا طبعا ما شاء الله شكلها حلو قوي. طبعا انا سبتهم حوالي 4 ساعات يرتاحوا، وسخنت الفرن وخبزتهم بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا من فوق ومن تحت شكل واحد، ومتحمصة من فوق ومن تحت. خبزتها بالشكل الجميل الرائع اللي انتوا شايفينه ده. برضو كده انا سبتهم بردوا، وما عملتهمش اول ما طلعوا من الفرن، انا سبتهم بردوا خالص خالص. وجبت السكر بتاعي، انا صراحة يعني انا كنت عاملاهم الصبح، وبدأت بقى احط لهم السكر البودر كنا بعد الفطار. بصوا ما شاء الله ناعمة ودايبة في البق، بتدوب دوبان، وريحة السمنة البلدي حلوة قوي قوي قوي. ده كحك الجواهر. وادي ايه نرش كمان اللي هو بالملبن، رشيته اهو بالشكل ده. ما ترشوش طبعا اول ما يطلع من الفرن عشان ايه السكر هيلزق عليه، سيبيه ما يبرد خالص. جبت ورق التزيين الجميل ده من عند اي مستلزمات حلواني اهو بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله بقى شكلها حلو ورقيق قوي قوي. هي طبعا كحك الجواهر لازم يتقدم بالشكل ده، بتجيبيه من اغلى المحلات بالاسعار الغالية زي ما انتوا اكيد كلكم عارفين. هنعمل بقى فنجان قهوة كده ونشرب القهوة الجميلة مع احلى كحك في الدنيا، كحك أميرة المسلماني. يا سلام يا سلام، الله على الجمال. طعمه حلو قوي. شوفوا ناعم وبيدوب في البق ازاي، وبيدوب دهبان في ايديا ما شاء الله. يلا بينا نرص الكحكة كده، ترصيه بقى، ترصي لحبايبك بقى، تدي لحبايبك كده، تجيبي طبق وتدي لكل واحد شوية، تدي لجارتك، تدي لحبيبتك. بصي يعني ما شاء الله شكله حلو ورائع. اعملي يلا بسرعة كحك العيد، وفرحي ولادك وفرحي أهل بيتك. وكل سنة وانتوا طيبين يا رب، وينعاد عليكم بالخير والصحة والسعادة يا رب كده. وكل اللي محققش حاجة يحققها كده يا رب، بحق الأيام المفترجة يا رب، اللهم أمين. أنا بدعي كده يعني مش مرتبة الكلام، فاللي بيطلع من القلب بقوله على طول. وادي كحك الجواهر اهو في النص، واحدة واحدة. عملنا كده ايه طبق كده بسيط للتزيين، تحطيه كده على ترابيزتك عشان طبعا يبقى متغطي وكده، والباقي بقى تحطيه في علبة محكمة الغلق كده، وتبقى عندك في اي يعني تبقى ما تسيبيش الكحك بتاعك مكشوف، تغطيه تحطيه في علبة نظيفة وتشيليه. شوفوا ما شاء الله الطريقة حلوة ولذيذة، ويا رب كده تكون الطريقة عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في باقي حاجات العيد الجميلة، وان شاء الله انتظروني في البيتي فور والبسكوت. اشوفكم على خير في الوصفة الجاية.